أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات محامية. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن القضية اللي كانت شاغلة الرأي العام كام يوم اللي فاتوا، قضية الطفل ياسين اللي عنده 6 سنين وتعرض لهتك عرضه من المدير المالي للمدرسة المتهم صبري كامل جاب الله. القصة ديت أو الواقعة ديت بدأت من حوالي سنة ونص تقريبا، بالظبط من 14/1/2024، لما ياسين اشتكى لمامته إن الدادة بتاخده الحمام لعمه صبري، وعمه صبري بيعمل فيه حاجات وحشة وعمل له تعويرة كبيرة، وإن ياسين اشتكى للميس بتاعته، والميس قالت له أنا هخليك تضرب عمه صبري بالعصاية. والمديرة لما عرفت الموضوع هددت الواد وزعقت له وقالت له ان هو ما يتكلمش في الموضوع ده تاني. لكن الام اصرت ان هي تاخد حق ابنها بالقانون، وبالفعل لجأت للقانون وعملت محضر بالواقع. لكن للأسف المحضر دوت اتحفظ اكتر من مرة. محامي ياسين طعن على قرار الحفظ دوت واخرج المحضر من الحفظ ويستكمل الإجراءات، وتعرض ياسين على الطب الشرعي اللي أثبت إن تم بالفعل تعرض ياسين لهتك العرض، وبالفعل اتحدد له جلسة، ومن أول جلسة صدر الحكم بالسجن المؤبد مدى الحياة للمتهم صبري كامل جاب الله. هنا بقى الناس بتسأل، طب اشمعنى صبري جاب الله هو اللي خد حكم وبقية المتهمين المفروض يتحاسبوا، إن كانت مديرة المدرسة أو الميس بتاعته أو الدادة ما تحكموش ليه؟ دول ما تحكموش لأن ما توجهت لهمش تهمة بأوراق القضية، والمفروض دول كانوا يكونوا متواجدين في أوراق القضية ويتحكموا زيهم زي صبري، لأن هما يعتبروا شاركوا في الجريمة بالصمت. ده من الناحية القانونية بالنسبة للمدرسة والمديرة والدادة. أما من الناحية الإدارية صدر قرار بإقالة المديرة من المدرسة. كان برضو القرار دوت فيه كسور، لأن كان المفروض يصدر قرار ضد المدرسة اللي سكتت ومحققتش في شكوى ياسين، والدادة اللي كانت بتاخد ياسين توديه للمتهم. المفروض كانوا برضو الاتنين دول يتم إقالتهم من المدرسة. القضية ديت من أبشع قضايا الاغتصاب، لأن الفعل المشين اللي ارتكبه المتهم محرم في كل كتب السماوية. الناس بقى اللي بتقول إن الحكم صدر بسرعة في أول جلسة علشان الطفل مسلم والمتهم مسيحي، لا يا فندم، الحكم صدر من أول جلسة عشان الأوراق القضية مستوفية، وعشان الأوراق القضية بتدين المتهم. نعقل بقى شوية كده، وبلاش والنبي النغمة اللي شغالة الفترة ديت موضوع مسلم ومسيحي والفتنة الطائفية اللي انتوا عايزين تعملوها في البلد. الجريمة ملهاش أي علاقة بالديانة سواء مسلم أو مسيحي. ما كلنا مسيحيين ومسلمين بنطالب بمحاسبة المدرسة والدادة والمديرة. قبل ما انهي حلقتي أنا بحب أحيي الأم البطلة الشجاعة اللي ما استسلمتش وجريت ورا حق ابنها سنة ونص، وإن هي قبل ما تروح الجلسة عرفت ابنها هما رايحين ليه، ورايحين عشان ياخدوا حقه. وحلوة قوي الفكرة الذكية اللي انت عملتيها، ان انت لبستيه بدلة سبايدر مان علشان تحسسيه ان هو بطل محارب. وكمان ارفع لك القبعة واقول لك شابوه على 40 دقيقة اللي وقفتي تتكلمي فيها مع القاضي علشان تطالبي بحق ابنك وتاخدي حق ابنك. يكفي ان انت ما خفتيش من الفضيحة، وان انت تقدمتي ببلاغ علشان المتهم ياخد جزاءه، علشان يعتبر عبرة لمن يعتبر، عشان محدش يفكر يكرر الفعل ده. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.